هتبطلي تعملي بيتزا بعد ما هتشوفي طريقة الجلاش دي سهلة وسريعة ولذيذة ومش بتاخد وقت، وفعلا مش مكلفة. هتشوفيها بسيطة جدا والمكونات سهلة. وغير كده اللي بيتعب من الجلاش اللي بتحط فيه سمنة وزبدة وزيت، هتلاقيه الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت ومش بتاخد دهون كتير. اول حاجة هنسمي بسم الله، وهنا انا عندي فلفل الوان. اول حاجة هنشيل البذر وننضف الفلفل كويس ونقطعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، اي طريقة انتوا عايزينها. وهنا انا عندي فلفل حامي، طبعا للي حابب، طبعا اللي مش حابب كل واحد وراحته. وبصل ابيض وبصل احمر على حسب الرغبة، برضو الناس اللي ما بتحبش البصل. والطماطم مكعبات بالشكل ده. وكل المكونات دي هحطها على بعض. واهم شيء في الخطوة الاساسية الزيتون. هنا انا رشيت فلفل اسود وحطيت بقى جوز الطيب وكوبيبة صيني، واقلب كل المكونات دي مع بعض مع مراعاة ان انا ما احطش ملح. انا دهنت هنا الصينيتين وطلعت 8 رقات من الجلاش، وهقطع باقي اللفتين الجلاش يعني تقريبا هما كيلو زي ما انتوا شايفين، وهفرفرهم بالشكل ده كده. وهحط طبقتين من الجلاش سليمة في الاول، وهحط شوية من الجلاش المتقطع زي ما انتوا شايفين كده. طب ايه الفكرة ان احنا حطينا في الاول جلاش سليم علشان لما تيجي تقطعيها تبقى ماسكة نفسها. وبعد كده بنرص الخضار، وهنا انا عندي صدوق، نزلت بالصدوق والجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر. وهاجي هنا هحط برضو جزء من الجلاش المتقطع، واحط طبقتين سلام من فوق واقطعها بالشكل ده. الصينية التانية نفس الوضع، نزلت بالخضار، وهنا انا عندي بسطرمة ونزلت بالجبنة الموتزاريلا والشيدر زي ما انتوا شايفين. وهرجع تاني احط الجزء الاخير من الجلاش والطبقتين واقطع. الخطوة الاساسية بقى في الموضوع كله هي التركية دي، عبارة عن كوبايتين من اللبن وبيضتين ومعلقتين زيت وفلفل اسود. وهنا انا ما حطيتش ملح. هشرب الصينية الاولانية اللي هي فيها بسطرمة علشان ما تبقاش حادقة، وهنا انا حطيت لها حبة البركة. بالنسبة للصينية التانية اللي فيها صدق ممكن احط لها رشة ملح بسيطة، وهشربها زي ما انتوا شايفين، وهدخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. وممكن افتح الشواية، وممكن لو ما فيش شواية ممكن نستغنى عن الشواية، هو كده كده الفرن هيحمر الوش. وهقطع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين على نفس التقطيعة الاولانية، هتطلع بكل سهولة جوسي ومورقة